ليه ربنا خلق البشر مع انه كان عارف ان هم بيغلطوا؟ في آية في الكتاب المقدس بتقول: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. رمية 11 وعدد 3. ربنا خلق كل حاجة عشان تمجده. ربنا كامل وعارف كل حاجة في الماضي والحاضر وكمان المستقبل. كل حاجة ربنا بيعملها هي كاملة. فإزاي هجاوبك على السؤال ده؟ بما إننا عارفين جدا إن الله كامل، فعارفين كمان إن الخطية دخلت العالم عن طريق آدم وحواء، فلازم تكون دي طريقة هدفها تمجيد ربنا. بس إزاي تكون الخطية وسيلة بنقدم بيها المجد لربنا؟ ربنا قدوس وبيكره الخطية، وعقاب الخطية هو الموت. بس ربنا عنده خطة حلوة قوي علشان ينقذ بيها كل إنسان آمن بيه، بالرغم من إنه الإنسان عمل أكتر من خطية. حياة يسوع العجيبة وموته وقيامته بيثبت محبة الله الآب العجيبة لينا. ولما نفهم وندرك ونصدق كل اللي عمله يسوع، ساعتها هننال الخلاص ونصرخ بفرح ونقدم كل المجد لربنا. ربنا بخلقه لآدم وحواء خلق كائنات على الأرض يقدر يوري ليهم صفاته، المحبة والرحمة وكل صفات ربنا الحلوة. فكروا في الموضوع إن ربنا بصنعه الفدائي العجيب ادانا القدرة إننا نعيش في الأبدية مع خالقنا.